الحكاية اللي بدأت بغدر 6 أيام وانتهت بنصر اتحقق في 6 ساعات. بس لازم أرجع معاكم كام سنة عشان نعرف القصة ببساطة ومن غير تعقيد. هنا القاهرة. سنة 1967 كان في حرب دايرة ما بين إسرائيل وسوريا. جمال عبد الناصر كان عامل اتفاقية دفاع مع سوريا، يعني بالبلد كده الدولة اللي تقع في مشاكل دولة تانية تساعدها. جمال عبد الناصر كان قدامه حل من الاتنين، يا يساعد سوريا يا يكبر دماغه ويعمل نفسه مش واخد باله. لكن مصر ما بتعرفش تكبر دماغها عن مساعدة أي دولة شقيقة. هنا عبد الناصر عمل حاجة غريبة جدا، قفل خليج عقبة قدام إسرائيل ومبقاش في حركة ملاحة ولا تجارة، يعني ضربهم في أكل عيشهم وبوظ لهم السبوبة اللي في تاريخهم. وردت إسرائيل على عبد الناصر بنكسة 67 وكانت مأساة صعبة قوي قوي. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مصر، والنتيجة تدمير 25 مطارا عسكريا ونحو 85 من الطائرات المصرية وهي جاثمة على الأرض. اللي وقتها اتدمر أكتر من 85% من طياراتنا المصرية، اتضربت وهي على الأرض، وسكوت كامل لكل قيادات الجيش المصري، لدرجة ان اتقطعت الاتصالات ما بين الجنود والقادة. يعني الجندي واقف ومش عارف يعمل ايه، عمال يتضرب عليه بكل شراسة ومش عارف يوصل للقائد بتاعه. يعني حالة من الانهيار الكارثي، بنقول عليها نكسة مش حرب ولا هزيمة، لان جنودنا ما كانوش لحقوا يحاربوا ولا كان في فرصة يدافعوا عن نفسهم. الانسحاب اللي استشهد فيه كتير قوي من أبطالنا وولادنا وهم راجعين مكسورين وبيشيلوا جثث بعض. في الوقت ده الحزن دخل جوه كل بيوت مصر وضرب قلب كل أم. مفيش عيلة أو شارع ما كانش فيه شهيد، وده اللي خلى عبد الناصر ياخد قرار صعب جدا، وهو قرار التنحي. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. قرار التنحي اللي قلب الشارع المصري وقتها وعمل شبه مظاهرة جماعية بيطالبوا باستمرار عبد الناصر في الحكم، وخضع عبد الناصر لمطالب الشعب المصري. وفي الوقت ده إسرائيل عملت حاجة اسمها خط بارليف، وده عبارة عن ساتر ترابي ضخم يحمي سينا مننا. لكن في الوقت ده كان في عمليات عسكرية بتتعمل ضد العدو وكان اسمها حرب الاستنزاف. دي بقى عبارة عن مجموعة من أبطالنا بيطلعوا يعملوا عمليات ضد المواقع الإسرائيلية، كانوا من أخذ الطار كده. 92 عملية خلال حرب الاستنزاف، بين عمليات إغارة وعمليات كماين وعمليات خلف الخطوط وعمليات في داخل إسرائيل نفسها. ضربنا منطقة بيسان 92 عملية، وكان بيستشهد كتير من أبطالنا في العمليات دي. ورغم كده كان حلم كل جندي يشارك في أي عملية عسكرية حتى لو كانت عملية استشهادية. وبالمناسبة أنا عاملة أكتر من 20 حلقة عن قصص العمليات العسكرية دي، يبقوا اتفرجوا عليها وشوفوا أبطالنا ومغامراتهم العظيمة وانتصاراتهم ضد العدو. حتى الشعب المصري البسيط كان بيشارك في العمليات دي، لدرجة إن ممكن أم يكون ابنها مات في النكسة ومع ذلك كانت بتحضر ابنها التاني عشان ياخد بطار أخوه. بحضر لك لبس الشهيد أخوك، لأن خلاص يا ولدي الحزن دخل القلب ودم اخوك وزمايله صاحي جوايا، ما هيرتاحش الا بدم العدو. وما كانتش خايفه من استشهاده هو كمان. وفضل الوضع كده لحد ما مات جمال عبد الناصر وتولى مكانه الحكم النائب محمد انور السادات. وقتها الشعب قال بس هو ده اللي هيجيب حق اولادنا وهيقوم الحرب. لكن السادات وقتها كان يقول في حرب وبعدين يسكت، وده بقى خلى الشعب المصري واسرائيل يتفقوا لاول مره على حاجه، اللي هي ان انور السادات مش بتاع حرب. اسرائيل شافت ان السادات راجل غلبان وعنده مشاكل كتيره جوه بلده، لان اول حاجه عملها اول ما مسك الحكم انهى على رجاله عبد الناصر، لدرجه ان كان في مخطط في اكتوبر 72 بالانقلاب على السادات. لكن رجاله السادات كانوا مصحصحين واحبطوا المخطط ده. يعني اي حد هيحلل الوضع العام هيقول ربنا يستر. لكن الصوره الخفيه كانت عكس كده تماما.
السادات طلع مش غلبان ومش سهل خالص يا جماعه. طلع ان هو والشاذلي ورجالتهم بيخططوا لعمليه هجوم كامله. الشاذلي درس كل تفاصيل خط بارليف وعمل منه ماكيتات عشان جنودنا يتدربوا عليها، والسادات لما قرض شويه على السوفييت بقوا يدوا اسلحه بالكميه اللي يطلبها، وفضل الجيش المصري يتغذى بالسلاح والدبابات والمدرعات والصواريخ والطيارات. كل ده والشعب المصري والقيادات الاسرائيليه مش حاسين بحاجه نهائي، رغم انتشار الجواسيس في الوقت ده علشان ياخدوا اي معلومه. لكن المخابرات المصريه كانت فاتحه ابوابها لكل الجواسيس وما كانتش بتقبض عليهم، بالعكس كانوا بيشغلوهم لصالحنا من غير ما هم يعرفوا. يعني كانوا بيسربوا معلومات مغلوطه كده ومقصوده انها تروح للعدو. واضح كده ان احنا مش لاقيين عليكي حاجه نمسكها. فكوها وخليها تروح بلدها، مفيش منها اي فايده. طيبين قوي المصريين دول، ما قدروش يطلعوا مني بمعلومة، وكمان خارجة بمعلومات جديدة. وده دليل على شدة ذكاء العقل المصري انه يخلي عدوه يساعده من غير ما يحس. وفي يوم 6 اكتوبر 73 بدأ الهجوم الشرس، وجنودنا قدروا يعبروا خط بارليف اللي هو كان اخطر ساتر ترابي في العالم. هنا القاهرة. ردا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا، تقوم حاليا بعض من تشكيلاتنا الجوية بقصف قواعد العدو وأهدافه العسكرية. وفضل جيشنا يتقدم كل يوم عن اللي بعده لحد ما في 5 أيام قدر يحقق انتصارات عظيمة، وكانوا هيقضوا على إسرائيل تماما وينهوهم من على وش الأرض. يعني أبطالنا ما كانوش عايزين يرجعوا سينا بس، ده كانوا عايزين يلغوا إسرائيل من الدنيا كلها. تحية لكل الجيش المصري العظيم، تحية لكل الشعب المصري الأصيل، تحية لكل أب وأم ما استخسروش ولادهم في استرداد كرامتنا. تحية مصر وتحية على صناع الموت. تعالى بقى لما احكي لك باختصار ايه هو خط بارليف ده. بالبلدي كده عامله زي واحد غريب دخل شقتك بدون اي وجه حق، ضرب ولادك وقتلهم، وكمان استولى على اوضه وبنى عليها حيطه وقفلها، سدها عنك تماما، ولا هي بقت ملكك ولا تقدر تدخلها، وتفضل عينك كده شايفه دم ولادك على الحيطه، تسمع صراخهم جواك عشان تاخد حقهم، وتهد الحيطه وترجع تاني اللي اتاخد منك بالقوه. انتصارات عظيمه، وكانوا هيقضوا على اسرائيل تماما وينهوهم من على وش الارض. يعني ابطالنا ما كانوش عايزين يرجعوا سينا بس، ده كانوا عايزين يلغوا اسرائيل من الدنيا كلها. هنا بقى بدات اسرائيل تصرخ وتقول كفايه احنا استوينا، وكانوا عايزين يوقفوا السادات باي طريقه، لدرجه انهم فكروا يضربوا مصر بالنووي. لكن الست جولدا مائير خافت من موضوع النووي ده، وقالت نستعين بامريكا تسندنا، ده احنا ابنها المدلل برضه. طبعا امريكا لما ظهرت مع اسرائيل خلى الوضع بقى صعب علينا شويه، هنا مصر بقت في وضع صعب حقيقي. لكن في نفس الوقت السعوديه اخذت قرار قلب الموازين تماما لصالح مصر، وانهم منعوا تصدير البترول لكل دول اوروبا وامريكا. هنا بقى السادات لما انتصر وبقى في مركز قوه بقى ينادي بالسلام، وهو ده بقى يا جماعه السلام القوي، انك تنادي بالسلام وانت منتصر مش وانت مكسور ومهزوم. تحيه لكل الجيش المصري العظيم، تحيه لكل الشعب المصري الاصيل، تحيه لكل اب وام ما استخسروش ولادهم في استرداد كرامتنا. تحيه مصر وتحيه على صناع